الخبره كان مين اللي عاوز يتكلم مع المجموعه؟ كان محرز وعيسى مندي. الإعلامي المصري محمد أبو تريكة أثار تفاعلا واسعا بعد تحقيق المنتخب الجزائري فوزا ثمينا على الأردن بنتيجة 2 مقابل هدف في الجولة الثانية من كأس العالم. وأكد أبو تريكة أن منتخب الأردن بدأ المباراة بشكل جيد ونجح بالتقدم في النتيجة، لكنه شدد أن المنتخب الجزائري أظهر شخصية قوية ممزوجة بروح عالية ورفض الاستسلام رغم التأخر. وأضاف أن الجزائر عادت بقوة في شوط المباراة الثاني ونجحوا في قلب الموازين بأداء مميز، واعتبر أن الفوز جاء بفضل الروح الكبيرة والإصرار الذي أظهره اللاعبون. وأشار إلى أن الجزائر حقق 3 نقاط ثمينة أبقت أمال التأهل قائمة بقوة. كما أوضح أن الخضر يحتاجون إلى فوز جديد من أجل حسم العبور إلى الدور المقبل. وختم حديثه أن الجزائر وجهت رسالة قوية لجميع منافسيها بعد هذا الانتصار المثير.